سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم فيديو جديد. آه طبعا وحشتوني جدا جدا جدا، ولأي واحدة جديدة بقولها شرفتيني ونورتيني. والنهاردة الفيديو بيتكلم عن الروتين اللي يوميا لازم نعمله يوميا. فيلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. أول حاجة الغسيل، يعني أنا بص أنا لميت غسيل على فكرة، وهحط غسيل اهو. طبعا انا ما بحطش في صندوق المسحوق ده، انا بحط من بره يعني، بس انا قلت احطه قدامكم كده وخلاص، لكن انا بصراحه انا بحط من بره يعني. وكمان شغلت الغسالتين، شغلت ده على الابيض وشغلت ده على الغامق يعني. عشان غسالة الاوتوماتيك عندي يعني عارفة لها في الابيض بتنضف اكتر. اكتر من اللي هو فوق اوتوماتيك. مش عارفه يعني، ممكن اكون انا لسه عشان جربتها مره واحده بس اللي فوق اوتوماتيك في الابيض، بس كانت حلوه والله. بس انا عشان متعوده على الاوتوماتيك انا بعملها مرتين، يعني غسله بغسلها وبعد كده الغسله التانية بحط فيها اللي هو الزهره ده عشان يبقى حلو. احنا عامه عشان صعيد وكده، فبيبقى عندنا التراب فظيع يعني. تخيلوا بيبقى الجو حر مع التراب، فبيبقى الابيض ده مش ابيض، بيبقى اوف وايت. ده لو بقى اوف وايت ممكن يتحول بني اصلا. هنا بقى بصوا، يعني انا عملت لهم الفطار وكده. ف و... ودخلت على المطبخ، انا كنت عامله الغدا. بصوا ده اللي انا كنت ماسكاه، ده اللي هو لتنظيف السنان وكده. لان انا بصراحه المعجون عشان فيه فلورايد، انا قلتها قبل كده في الفيديو اللي عدى. فالفلورايد ده سم اصلا في الجسم وكده، بيجيب ديدان. بصوا انا كنت بتكلم محمد ومتنحه ازاي في حاجه بيقولها اصلا. المهم، فعشان كده بطلت بصراحه ما استخدمه. فشفت حاجه طبيعيه فقالوا جوز الهند. جوز الهند بيشيل الطبقه اللي هي بتبقى زيت جوز الهند يعني، بيشيل الطبقه اللي هي بتبقى تقيله على السنان وكده. والقرنفل طبعا يعني زي بتقتل الديدان دي اللي هي بتعمل اللي بيبقى ناتجة عنها التسوس. يا سلام، انا بقيت دكتورة يا جدعان. المهم، فانا قمت جايبة الاتنين وحطاهم في بعض. وكمان بيقولوا ممكن تحطوا حاجة تانية بس مش فاكراها. المهم يعني، حطيتهم على بعض وبمضمض بيهم بقي الصبح وفي الظهر وبالليل. بصراحة الأول كان ضرسي بيوجعني خالص، ضروسي أول ما استخدمته. يعني أول ما استخدمته حسيت بني الحاجة الضروس كده بتاكلني، فاهمين؟ بس بعدين شوية بشوية لقيت سناني ابيضت، لقيت سناني بتنضف من غير فرشة. يا جدعان انتوا فاهمين؟ يعني احنا عن المعجون لازم نجيب فرشة، لكن ده لا، ده حلو قوي يعني. بيشيل الطبقة، بيخليها بيضة السنان، كمان بينظف جوه ما بين الأسنان. فأنا بصراحة شايفاها إنها حلوة. طبعا هو الواحد مش هيخسر حاجة حتى لو كان مش مفيد، بس هو مش بيضر يعني. أكيد القرنفل والجوز الهند، زيت جوز الهند مش هيضر. طبعا اللي حابب يجرب يعني او بيحب يستخدم الحاجات الصحية والأعشاب الطبيعية ويحب يجرب، هيشوف النتيجة يعني. بس النتيجة بتبان من أول أسبوع بصراحة. المهم هنا بقى ايه، بص ما كانش فيه مواعين كتير، كان الفطار واللي هو يعني كام حاجة كده من العشاء بس. فأنا ما غسلتش المواعين في العشاء، فقلت خلاص خليها الصبح. بصراحة كان عندي يعني بصوا كسلانة كسل بالليل، مش عارفة يعني. مع اني خدت فترة ان انا لا، اول قبل ما انام وكده لا، بكنس بالمكنسة الكهرباء او بغسل المواعين او بعمل الاتنين. بس انا من الناس اللي ما بتحبش تيجي على نفسها، يعني انا ببقى فاهمة ان كل واحد طاقة، فالمفروض ان الواحدة ما تجيش على نفسها. لاني لا لو انا جيت على نفسي هتعصب على اولادي، فانا ما بحبش كده. بص الحالة اللي بتاعتي خلاص يعني بتجيب بالنهاية والله. ان شاء الله كده ربنا يكرم والله. وعايزة اشتري طاسات وعايزة اشتري حلال. دلوقتي الواحد بيقول الحاجات الاولى في الاولى في الاولى، فما بيلاقيش وقت ان هو يجيب حاجة. ف الحاجات تحسه كده ما بقتش تعيش يعني. اي حاجة مثلا، حتى الهدوم. أم، كنت بتكلم مع واحدة بقولها الهدوم كانت بتبقى اجيال يعني، كلنا بنلبس فيها. وكمان قلت قبل كده في اليوتيوب. لكن دلوقتي لا، دلوقتي البنت نفسها اللي هي فستانها، وقبل ما يصغر عليها بيكون اتنقر او بيكون
يعني ما تفهموش ده من الشمس مثلا ولا ايه. يعني لان جوزي قال لي من الشمس، بس احنا متعودين من زمان ان احنا ننشر في الشمس، فمش حاجة جديدة يعني. فبتفهموش ايه اللي بيحصل في الدنيا والله. يلا ان شاء الله خير، انا برضو متفائلة خير. انا اقعد اتكلم كده واقول انا متفائله خير، عشان انا جارتي على طول تقول لي انت متفائله خير، لما نشوفك انت هتوصلي لفين. ان شاء الله خير والله انا متفائله. ابشروا ايه، ابشروا خيرا تجدوه. فانا عايزه اجد الخير فبتبشر بالخير. احنا بقالنا كام سنه بنقول الدنيا هتغلى وبتغلى. فانتوا بتظنوا السوق، فبيتظن السوق بيجي بقى. ففعلا الدنيا بتغلى. لا خلينا بقى نقول مرة ان الخير جاي، ونشوف ونجرب ان شاء الله الخير يجي بإذن الله. بصوا على فكرة انا مسرعة الفيديو جدا، يعني انا مش من إن انا مش بغسل كويس، لا انا مسرعة الفيديو يعني يمكن على 3 وحاجة، فعشان كده هو بسرعة بسرعة. لكن انا طبعا بغسل المواعين كويس. في حاجات بتبقى المفروض ان انا ادعكها قوي، فدي بسيبها بصراحة للاخر. ليه بقى؟ عشان اجيب لها سلكة جديدة تكون لسه كده جديدة وتكون لسه خشنة، تعرف تدعكها كويس يعني. بس مش المعالق والله انا محتاجة بجد ان انا احطهم في كلور وكده، يعني بيكربونات الصودا وقصدي واسمها ايه، انا مرات خالي كانت بتحطها في كلور، بس انا حسيت ان الكلور ده يعني حاجة مضرة. كنت الاول كنت بغسل بيه وكان حلو جدا، بس لقيت ان هو مضر. لقيت اللي هو اللي افيد منه اللي هي البيكربونات الصودا والخل، يعني بيكربونات الصودا مع الخل. وعارفين بايه تعمل ايه؟ يعني انتوا مش شفتوا الحوض كان مليان ميه، انا كنت حاطه فيه ملح خشن اللي هو الملح البحري ده. ليه بقى؟ مش عارفه ليه. انا جالي في بالي يعني ان الملح ده كويس جدا، وهو حاجه كويسه جدا. فلما حطيته مره في الهدوم، فادى الهدوم البيضة، ادى الهدوم البيضة دي يعني بياض كده حلو قوي. رحت قلت خلاص، لا طالما هو عمل كده يبقى هيبقى حلو برضه في الغسيل. في غسيل المواعين فحطيته. لما جربته حتى الدهون اللي هي بتبقى متلسلسة في الاخر دي، لا يعني ما احتجتش ان انا مثلا ازود بريل ليها او كده، لا خالص بالعكس. بصوا بقى الزحمه في الاوضه. بصوا انا اول ما بصحى من النوم زي ما قلت لكم بقوم مرتبه السراير تمام قبل ما اروح المطبخ، او ممكن اعمل لهم الفطار وارجع ارتب السراير، بحيث ان ما يبقاش معايا غير الارضيه. فانا دلوقتي كنت مرتبه السراير زي ما انتوا شفتوا. دلوقتي بقى هعمل الارضيه. طبعا كل اللي تحت المكتب ده ايه؟ كل اللي تحت المكتب ده الشنط بتاعت الاطفال، يعني حتى شنطة محمد وشنطتي انا اللي بروح بيها، بسافر بيها اي حتة، يعني لما بروح الاقصر او كده بسافر بيها. فبعمل ايه؟ بصوا انا كنت ماسحه قبلها بيومين اصلا ودلقه ميه وكده يعني، فكانت الحياه حلوه. ف قلت خلاص يعني دلوقتي النهارده ما ينفعش ان انا ايه هوسخ الدنيا او كده، فهعمل اول باول. فلو انتي عملتي الخطوات دي واول ما صحيتي من النوم رتبتي بس السرير وكده، خلاص الدنيا فعلا رايقت، يعني فعلا بتبقى رايقه. باقي ما باقي بقى بيكون الأطفال مثلا قلعوا حاجة أو لعبوا في لعبة أو كده. أنا الألعاب طلعتها بصراحة فوق، لأن بيبصوا كل شوية ينزلوا الألعاب ويطلعوها لي بره وتبقى في كل مكان مترمية، ومش عارفة أقول لهم مثلا شيلوها. لا ده مش أنا، ده مش أنا، أمال مين يعني؟ هم أنا اللي أنا اللي مثلا كنت بلعب بيها. هنا بقى الأوضة زي ما انتوا شايفين أنا كنت مرتبة السرير، بس ما فيش غير ان انا اكنس الارض، فبتبقى سهلة. حتى لو في اي حاجة مثلا في الارض مثلا من هدوم او لعب او كده بتبقى سهلة برضو. ليه؟ لان كل حاجة مترتبة. طيب التراب بصوا بعد ما بخلص بصراحة، يعني بعد ما بخلص بقوم جايبة اللي هو الجلاس ده واللي هو القماشة، او ببقى فيه قماشة مبلولة مثلا للإزاز، وبمسح يعني بمسحها كده كلها. بعدي على الشقة كلها، لان احنا التراب في ثانية يعني. انا حتى لو انا مسحتها بترجع تاني التراب، اكن انا ما شلتوش اساسا ولا حتى نفضته، بس بيبقى باين ايه ان في لمعة، ما بيبقاش ان هو مثلا حاجة مبقعة او بقالها كتير. هنا بقى كان طلعت على الصالة وكده. فالصالة كانت طبعا اكتر حاجة بايظة. ليه؟ لان كنا قاعدين فيها وبنفطر وكده،
وانا طبعا بسيبهم براحتهم، فلاني كان اول الصبح مش بحط المخادد زي ما قلت لكم، بحطها في المغرب كده. ف يعني رتبتها بس اللي هو ان احنا نقعد في نظافة. والترتيب بقى يعني لو حسيت ان هو مثلا ممكن عايزة اكنس بكنس اخر الليل. بس بعد كده بهتم بالمطبخ. لو عايزة اعمل لهم حلويات، انا كنت ناوية والله اعمل لهم حلويات واصور لكم مثلا لو عايزة اعمل بسكوت او كده. بس انا خرجت اليوم ده يعني، كنت حاسة ان انا عايزة اخرج مش عارفة ليه. المهم كده اكون خلصت كده البيت كله. لو انتوا لاحظتوا الحمام كنت عاملاه من امبارح فما كانش محتاج. كنت عايزه بس امشي قدامكم كده ان انا يعني بديله لمعه كده، عارفين لما تدوا الحوض لمعه زياده بحيث ان هو يبقى بيلمع بيبرق كده. بس نسيت انا اصلا مصور يعني. فانتوا عارفين طبعا انا الحمام متعوده ان انا اعمله انا وداخله خلاص هاخد دش يعني، فخلاص بقى بعمله. فعشان كده نسيت يعني. هنا بقى عملت المطبخ وعملت الجاروف طبعا لاني دلقه ميه، فالدنيا نظيفه مفيش غير بس العيال، اللي هي الحاجات اللي بتقع من العيال والفشار، ولو كان في ورقه زي الورقه اللي دخلت دي بس انا طلعتها يعني بعدين. فلو كان في ورق بلمه في الاول باكياس وكده. شايفين طبعا الدنيا نظيفة وحلوة واحنا لسه اساسا في الظهر، فمفيش اي حاجة. ادي المواعين اتغسلت وادي عملت الاكل وخلصته، فكل حاجة رايقة والحمد لله. مفيش غير الطبق ده بس كان عايز ينيخ اللي هو في الحوض. اشوفكم على خير، باي باي.